معانا نجم من العيار الثقيل، نجم بجد، احد اهم نجوم الكره العربيه، الكره الافريقيه، الكره الجزائريه، حدث ولا حرج. مسيره حافله بالانجازات بالنجاحات. كل فتره طويله جدا ممكن يجود علينا الزمن بنجم من هذا النوع. يكفي ان اقول ان معانا نجم الكره الجزائريه رابح ماجر. بنرحب بيك في مصر. مساء الخير أخي العزيز، وأنا سعيد جدا لموجود معكم في هذا الحفل الكبير، وفي مصر أيضا. مصر بحبها كثير، ونحيي كل المصريين. رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، يطمنا عليه آخر أخباره، أين هو من عالم الساحرة المستديرة؟ بكل صراحة أنا في الجزائر، ما بين الجزائر البرتغال وقطر. أكثر في الجزائر لأن حاليا نشتغل في تلفزيون الهداف تي في الرياضي، وايضا رئيس اللجنه الرياضيه العليا في وزاره الشباب والرياضه، وايضا سفير اليونسكو، في اشياء كثيره، والحمد لله انا مبسوط جدا، ولكن نبقى دائما في كره القدم. كل هذه الاشياء بتقول ان النجم الكبير، نجم كره القدم الجزائريه، اختار انه يبعد عن الساحره المستديره وما يكملش المشوار. ليه؟ لا، مؤقتا ان شاء الله، مؤقتا نشوف، يعني تاتي ايام حلوه ان شاء الله، واحنا دائما نبقى في خدمه الكره ان شاء الله. سعيد بالاداء اللي بيقدمه المنتخب الجزائري، كان اداء ولا احلى ولا اروع ولا اجمل. دي كلمه الكابتن شوبير على فكره. كابتن شوبير استاذي، واحنا برنامج كابتن شوبير. لو انت في البدايه تحب تقول كلمه لكابتن شوبير. اكيد مع شوبير، مع صديقي العزيز، ونحييه ووحشنا كثير، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله. مع كابتن شوبير ايه في اللقاء الهام مصر والجزائر، يعني التصفيات المؤهله لكاس العالم 90؟ هرجعك للذكريات القريبه. لا، هي على كلها ذكريات حلوه، حتى لو بعض الاحيان كان شويه يعني نوع من التحدي ما بين المنتخبات، لان المنتخبات كبيره جدا، كل منتخب كان حاب يفوز ولكي يتاهل الى كاس العالم، ولكن الحمد لله رغم ذلك احنا يعني خلينا علاقات ممتازه جدا لحد الان مع شوبير، مع ابو زيد، مع عبد الغني، مع الكاس، مع كل هذه النجوم مصر اللي خلوا البصمات بتاعهم في الكره المصريه، ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. على مدار التاريخ العربي والافريقي دايما في صراع حميد، منافسه من عيال نوع خاص، مصر والجزائر. شايفها ازاي وشايف العلاقات دلوقتي ازاي، خاصه ان خلاص بقت على افضل واحسن ما يكون؟ لا، تبقى دائما العلاقات ممتازه جدا، والدليل انا موجود اليوم معكم، وانا سعيد جدا ودائما مبسوط ودائما سعيد ناتي الى مصر. بحب مصر، بحب ايضا الشعب المصري. نجاحات المنتخب الجزائري واداؤه بشكل رائع في كاس العالم الاخير. نعم، على كل حال الكره الجزائريه كانت سفيره للعرب في كاس العالم الاخيره. الحمد لله مرينا الى الدور الثاني، ولكن للاسف مع المنتخب الالماني كنا ننتظر نفس السيناريو الذي حققناه في 82 لما فزنا على المانيا بهدفين مقابل هدف، ولكن لم يتحقق الحلم. ولكن الحمد لله المنتخب الجزائري كان سفيرا للكره العربيه، وان شاء الله من المزيد في المستقبل ان شاء الله. الفرق بين الجزائر 82 والجزائر في مونديال العام الاخير؟ والله ما ننجمش نقول كلام كثير، لان كل لاعب يمر من المنتخب الوطني الجزائري يخلي البصمات بتاعه، واحنا في سنوات الثمانينات الحمد لله الله تعالى وفقنا وعملنا نتائج ممتازه جدا، وفزنا ايضا على المنتخب الالماني، وفزنا ايضا على الشيلي. رغم ذلك ما مريناش للدور الثاني في 82، ولكن الحمد لله فريق هذا الجيل الثمانينات يبقى في التاريخ، لازمنا نسووه في متحف ونخلوه، ولكن ايضا الشباب اللي موجودين الان في المنتخب الوطني الجزائري سيدخلون في التاريخ ان شاء الله في السنوات المقبله ان شاء الله. لعنة الأداء الجيد في المونديال حصلت مع المنتخب المصري في 1990، أداء جيد ثم ما حققش البطولة في كأس الأمم الأفريقية اللي أعقبت هذا الحدث. نفس الموضوع، الجزائر عملت أداء رائع في كأس العالم، كانت المرشح الأول للفوز بكأس الأمم الأفريقية، ما حصلش الكلام ده، إيه السبب؟ لا، كأس العالم وكأس افريقيا تختلف تماما، لأن الظروف افريقيا انتم عارفين ظروف صعبة جدا، واللاعبين بتاعنا لم يكونوا متعوضين لكأس افريقيا، لأن المنتخب الوطني الجزائري متكون إلا باللاعبين الموجودين في أوروبا، وأنت عارف الطقس في أوروبا الطقس بارد يعطي أكثر فرصة للاعبين، ولكن في افريقيا صعب جدا، الرطوبه والطقس سخون ما خلاش اللاعبين يظهرون بمستوى كبير، وحتى في اللياقه البدنيه. وشفنا في المباراه الكوت ديفوار شفنا الفريق تاعنا كان تعبان كثير كثير كثير، رغم كنا
ننتظر أن نرجع إلى الجزائر بكأس إفريقيا، ولكن الحمد لله إن شاء الله سنتعلم من الماضي كيف نبني المستقبل إن شاء الله. كيف ترى غياب منتخب مصر عن أفريقيا 3 دورات متعاقبة بعد أن تسيد أفريقيا ل3 دورات التي سبقتها؟ لا، على كل حال صح، في فترة أخيرة المنتخب المصري عرف مشاكل كثيرة جدا، وكان أيضا سفير للكرة العربية، ولكن أنا أتمنى إن شاء الله وأنا متأكد أن المنتخب المصري يرجع بقوة وسيكون واحد من المنافسين في إفريقيا على كأس إفريقيا إن شاء الله. كيف ترى النجاحات أداء الأهلي الزمالك سموحة في بطولات الأفريقية سواء في الكونفدرالية الأفريقية أو في دوري الأبطال؟ لا، هذه اعتقد هي جديه اللاعبين في كاس افريقيا. دائما نشوفوا الزمالك يعني موجود بقوه في كؤوس الكاف او تشامبيونز ليغ افريكان. الاهلي ايضا نفس الشيء، ونعرفوا الكره المصريه تبقى من احسن كره في افريقيا. نتكلم على الانديه، لهذا يعني وهذه السياسه اللي خلت المنتخب المصري يسيطر في الماضي على الكرة الإفريقية وفاز ب3 مرات في إفريقيا، العكس للمنتخبات الأخرى العربية اللي ما حصل الشرف أن تفوز بكأس إفريقيا في إفريقيا السوداء. أو مصر بتستعد انها يعني تنظم او مباراه مهمه جدا الاهلي والزمالك في بطوله الدوري، شايف الدربيات ازاي وانت بتميل اكتر للاهلي ولا الزمالك؟ والله شوف، انا بكل صراحه يعني المباراه تكون صعبه بين الاهلي والزمالك، في تحدي، فيه تاريخ يربط الفريقين، لهذا ستكون دائما المباراه صعبه، ولكن اعتقد في البدايه تاع الموسم ده اعتقد الزمالك في المركز الاول يقوم بعمل كبير. انت متابع، واضح انك زملكاوي. يعني شوي شوي. على كل حال انا احترامي كبير للكره المصريه وللمنتخب المصري، ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق للانديه المصريه، والتوفيق ايضا للمنتخب المصري ان يرجع بقوه ان شاء الله في الفاتحه. الجزائر بيميلوا اكتر للاهلي ولا الزمالك؟ اعتقد اكثر للاهلي، اعتقد اكثر، والله ما اعرفش لان يتكلموا الجزائري اكثر على الاهلي. سالت عزيز بودربالة عن النجوم اللي اثروا في حياته وكانوا شايف ان هم من نجوم الكره المصريه ان مكانهم في الاحتراف، اتكلم عن ابو تريكه واتكلم عن الخطيب، انت رايك ايه في مين النجوم اللي اثروا في رابح مجر وكان مكانهم بره في الاحتراف؟ والله شو بيكون صراحه احترامي كبير لهاد اللاعبين، يعني الكره المصريه خدمت لاعبين ممتازين، لاعبين كبار، وحصل لي الشرف لعبت معاهم واصبحوا اصدقاء لي، اهم الاصدقاء مثل شوبير، ونحييه مره اخرى، كان حارس كبير جدا، ابو زيد كان فنان، الخطيب، الكاس، ايضا عبد الغاني، وبعد ذلك جاء ابو تريكه شيكابالا، لاعب ممتاز فنان. يعني الكره المصريه دائما تختم لاعب. الان بدون نادي، احترف في البرتغال وعنده مشكله، تنصح شيكابالا تقول له ايه وهو موهبه يكفي انه لفت نظر نجم كبير بقدر رابح ماجر؟ والله بكل صراحه شيكابالا لاعب كبير، ممكن موش محظوظ ولكن عنده امكانيات كبيره وقادر يلعب في اي نادي في اوروبا. تنصحه بايه؟ انصحه ان يبقى قويا وما يرمي السلاح، يشوف يعني فريق او نادي اخر لكي يدخل بقوه ويثبت مستواه للاوروبيين ان شاء الله انه هو لاعب كبير. كيف ترى تالق محمد صلاح مع فيرونتينا ومحطته القادمه تنطحه، يفضل في الدوري الايطالي في فيرونتينا ولا ينتقل لنادي اخر؟ عمل موسم كبير جدا، لاعب ممتاز، سريع، فنان، يسجل اهداف، والله يعني بكل صراحه يعني شفته ما شاء الله عليه، نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق وايضا النجاح ان شاء الله ومسيره طويله في الاحتراف ان شاء الله. موهبته تتناسب مع اي دوري؟ انا شخصيا نحب الدوري الاسباني والانجليزي، الايطالي نتابعه شوي ولكن اكثر الانجليزي والاسباني. نختم اللقاء، الزمالك قريب من الدوري وانت زملكاوي تقول له ايه؟ بالتوفيق ان شاء الله.